صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مراية. معاكم النهاردة كوتش أحمد وكوتش إيمان، ويلا بينا نبدأ على طول. موضوع حلقتنا النهاردة ممكن يكون في كتير مننا ما يعرفوش، لكن لو موجود في حياتنا هيفرق كتير جدا. حلقتنا النهاردة بعنوان الذكاء العاطفي. خليني في البداية أرحب بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش، عامل ايه؟ ازيك يا كوتش؟ برحب بكل المستمعين واللي متابعينا على بودكاست مراية. حلقتنا النهاردة موضوعها مهم جدا لكل واحد فينا. طب خليني أبدأ من عندك، وممكن توضح لنا يعني إيه الذكاء العاطفي؟ اكيد يا كوتش، موضوع النهاردة مميز جدا ولازم نتكلم فيه بالتفصيل ونوضح كل النقط اللي جواه. الذكاء العاطفي، خلينا اقول المعنى بشكل مبسط وسهل، هو انك تقدر تفهم اللي جواك، عواطفك او مشاعرك، كل حاجة بتحس بيها، وكمان تقدر تفهم مشاعر اللي حواليك وتحاول انك تتعامل مع اللي بتحس بيه ده بشكل ايجابي ومنطقي. فعلا يا أحمد، إنك تدير مشاعرك بشكل إيجابي ومنطقي زي ما قلت، ده هيساعدك جدا إن لو في أي توتر هيكون بشكل نسبي أو بسيط، وهيساعد كمان على التواصل مع المحيط اللي حواليك سواء الشغل أو العيلة، هيكون بشكل إيجابي جدا وفعال. ومش بس كده، خليني اضيف معاكي كمان ان اللي عنده القدرة انه يفهم نفسه كويس ويتعامل بمنطق ويعرف يدير مشاعره ويتحكم في ردود افعاله، ده بيقدر انه يواجه اي تحدي ممكن يواجهه، بيقدر يبني علاقات قوية وبيشتغل على نفسه جدا علشان يحقق التارجت او الهدف بتاعه سواء في الدراسة او الشغل. بس فعلا بيكون متميز في الموضوع ده وبيعرف يتعامل معاه. الكلام اللي بتقوله جميل جدا، وبكمل معاك طبعا ان اللي بيتمتع بكل المهارات وطرق التعامل في كل النقط المهمة اللي قلتها اكيد بيقدر ان ياخد قرارات في حياته بشكل صحيح، مش بيحتاج انه يرجع لأي حد او ياخد برأي اللي حواليه، لانه اصلا تفكيره وطريقة معاملته بتكون ايجابية ومنطقية. طب في سؤال مهم جدا، اللي بيتمتع بالذكاء العاطفي ده بتكون ملامح شخصيته ازاي؟ حلو السؤال ده. الذكاء العاطفي بيكون مؤثر بشكل ملحوظ في الشخصية والتعامل، لأن بيكون عنده مميزات كتير منها الوعي الذاتي، بمعنى إنه يقدر يحدد مشاعره والمود بتاعه كويس جدا أكتر من أي حد حواليه، وبيتحكم في ردود أفعاله وبيقدر يوظفها صح، وأكيد كل ده بيكون مرتبط بسلوك وتعاملات الشخص ده. وعنده إمكانية مميزة إنه يقدر يحدد نقاط الضعف والقوة بتاعته ويشتغل عليها كويس جدا. فعلا يا كوتش، وكمان بيكون عنده تحكم ذاتي، بمعنى انه بيقدر يتحكم في مشاعره وبيعرف ازاي يعبر عنها. عنده مرونة كبيرة مع اي تغيرات حواليه، وبيعرف يتعامل مع اي مشكلة وبيتصرف فيها باسلوب منطقي، وبيشتغل عليها لحد ما يحلها. مش بس كده يا امان، ده عنده تحفيز داخلي وده خلاه ما يعتمدش على التحفيز من اللي حواليه، يعني عمل اكتفاء ذاتي لنفسه وبيسعى دايما انه يطور نفسه، وبيشتغل قوي على اللي حاسس انه ضعيف فيه، عشان دي بالنسبة له ليه عقبة او محطة عايز يتخطاها. فعلا انا متفقة معاك جدا في النقطة دي، وخليني اضيف معاك انه كمان اللي عنده ميزة الذكاء العاطفي ده بيكون عنده مهارات اجتماعية بتكون واضحة جدا، زي مثلا بيقدر يتعامل مع اللي حواليه بشكل كويس جدا، سواء بشكل بالكلام، بالفعل، المواقف، وبيقدر يبني علاقات ناجحة ويطورها بشكل ممتاز جدا. طب ممكن يا أحمد نجمع مع بعض إيه أهمية الذكاء العاطفي؟ اكيد طبعا، خليني اقولك ان اكتر الناس اللي بيكونوا ناجحين في حياتهم سواء شغل او دراسة او علاقات، هم اللي بيمتلكوا ميزة الذكاء العاطفي. وده بيخلينا نقول ان في فرق ما بين الذكاء المعرفي والذكاء العاطفي. يعني ممكن يكون الواحد ذكي جدا محقق نجاح كبير في دراسته او شغله، ولكن مش اجتماعي، مش بيعرف يتحكم في انفعالاته واعصابه او حتى يدير موقف. لكن اللي عنده ذكاء عاطفي مختلف، بيقدر يطور من نفسه ويتعامل مع انفعالاته ويواجه تحديات ويتعامل معاها بشكل منطقي وايجابي. فعلا بيكون مميز جدا في كل حاجة.
ممكن كمان أكمل معاك إن الذكاء العاطفي بيضيف للإنسان إنه يكون منصت بشكل عالي وفعال، بيقدر يدي حلول مباشرة لأي مشكلة. شخص محفز جدا، بيقدر يتحكم في نفسه وقت الانفعال، بيقدر يخلي كل الناس تحترمه وتقدره. عنده كاريزما جميلة جدا وبتكون باينة عليه. عنده إثارة عالي، بيهتم جدا بنفسه، لبق في الكلام، بيعرف يوظف مشاعره وكلامه في المواقف اللي بيتعرض ليها. يا كوتش، انت جمعتي نقط كتيرة وتفاصيل كتيرة ومهمة للذكاء العاطفي، وازاي ممكن يغير ويفرق في حياة كل واحد فينا. خلينا في نهاية حلقتنا نقول ان الذكاء العاطفي وسيلة اساسية علشان تقدر تحسن كل جوانب حياتك، وكمان علاقات بنفسك وباللي حواليك. فلو انت زوج او طالب او مدير موظف اب، لازم تتعلم المهارة دي وتنميها علشان تقدر تواجه التحديات والمعاملات اللي في حياتك. بشكرك كتير يا كوتش على آرائك وكلامك معانا في الحلقة النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة كان عن الذكاء العاطفي وقد ايه مهم في حياتنا. بشكركم جدا على المتابعة. كان معاكم كوتش إيمان وكوتش أحمد. انتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.